سأقول لكم كلمة من قلب محب والله العظيم. إن المبارزة التاريخية بينكم وبين المغاربة قد رأيناها وقد حسمت. كان المغاربة يمتطون فيها جواد التاريخ ويضربون بسيف الوثيقة والحقيقة. لقد هزمتم فيها شر هزيمة ومرغتم فيها في التراب، فالخوض فيها ليس والله إلا تضييعا لأوقاتكم وأعماركم، وكل هذا سيكون على حساب بناء دولتكم. أما بالنسبة لقضية الصحراء فالمغاربة يقفون على أبعد نقطة منها وقد تركوها وراءهم، وأعينهم ترنو إلى الصحراء الشرقية ورقابهم تشرئب لنسيم الصحراء الشرقية. أصلا ليست مسألة الصحراء المغربية إلا خطوة زادتها فرنسا لتعرقل المغرب في طريقها للوصول إلى طريقها الحقة. إخوتي، إن قمحة البوليزاريو قمحة مقلية لن تنبت أبدا مهما سقيتم فيها، فلا تضيعوا عليها ماءكم عليها أوقاتكم، فإنكم لن تجنوا منها خيرا أبدا. وأعدكم بمبارزة تاريخية أخرى مع الليبيين ومع التونسيين بمجرد أن يستجمعوا قواهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نقطة خطاب الكراهية أو الإساءة أو السب أو الشتم. سأذهب معكم إلى أبعد نقطة، وهي أن الخطاب الشعبي مستوي بين الطرفين، مع أني دائما أرى المغاربة في موقف الرد. أذهب إلى أبعد نقطة، وهو أن الطرفان متساويان وواحد على واحد صفر. لنأتي إلى الخطاب الرسمي. يا أخي، سمعنا رئيسكم يقول المغرب عدو كلاسيكي، ورأس القوم يقول يدنا ممدودة للمصالحة. نسمع وزيرا من وزرائكم يروج. لا تقاطع لو سمحت. خلنا انا بصراحه هذا الليبي مخبقني. ايوه استرسل. سير اخي اسمع كلام اخي الجزائري، اسمع كلام من يبكيك، فمن يضحكك يضحك عليك. هذا كلام واقعي، والله ما أقول ولا رهبا للمغرب. أقول هذا الكلام من عقلي ولا أقوله من قلبي، لأني لو تكلمت بقلبي لكان انحيازي للمغاربة واضح دائما من عقلي. ما تراهنون عليه رهان باطل، عليكم ألا تضيعوا أعماركم في هذا. نعود، إذا كان الخطاب الشعبي في نفس المستوى فإن الخطاب الرسمي مختلف تماما. نرى من المغاربة خطابا رسميا يدعو إلى الموء وإلى الصلح وكله خير، بينما نرى في الطرف الثاني رئيسا يقول الشر يأتينا من هكا، ويقول اللي حوس علينا يلقانا. شوارعي لا يليق برئيس دولة. بالنسبة للنقطة الأخرى أخي، لقد عايرت المغاربة بإغلاقهم للحدود معك. ها أنتم يقون الحدود مع الشعب الليبي ل13 عاما، فهل ينطبق عليكم نفس السبب؟ أنا لا ألومكم في إغلاق حدودكم أبدا، لأن هذه المسألة مسألة اضطراب أمني في ليبيا. كذلكم فعل المغاربة من قبل، أغلقوا حدودهم خوفا من وصول نيران الفتنة إلى أراضيهم، وليس هذا عيبا وليس هذا حراما. النقطة الأخيرة أخي، تحدث أحدهم عن القوة العسكرية. يا أخي، قوتكم العسكرية ليست إلا نمرا من ورق، لم نرى لها فاعلية إلا معركة واحدة قلتم في آخرها لقد حقرونا. الأعور أو المختار الأعور الإرهابي كان يعيش في صحرائكم، ولم تستطع قواتكم القضاء عليه إلى أن دخل إلى ليبيا وتم قتله. فإما أنكم متهاونون مع الإرهاب، وإما أنكم ليست لكم به طاقة ولا قدرة للقضاء عليه. ماذا سأقول أخيرا يا إخوة؟ مثلا كانت لدي نقطة أخرى في ذهني، ليس لدي قلم ولا ورقة للأسف. دائما تسيرون عكس التيار، دائما ما تضرون بمصالح المنطقة. أما بالنسبة لنقطة الخيانة تذكرتها الآن، لن أطيل لك في التاريخ، فقد تكلم فيه المغاربة كثيرا وأفحموكم. سأتكلم في الواقع وما رأيته وما عهدته. أعهد خطابا للسيد تبون يقول فيه سنعامل فرنسا الند بالند، والمسكوت عنه مفهوم. هذا يعني أن فرنسا
في ال60 سنة الماضية لم تكن تعاملكم الند بالند، فمن يضمن لي أن كل تصرفاتكم في ال60 سنة الماضية ليست إلا أوامر قد تلقيتموها من فرنسا؟ استلم السيد تبون الحكم، فهل أصبحت الجزائر تعامل فرنسا الند بالند؟ أجيبك ما دام 5 ملايين نسمة. لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح دعني أكمل. لا تفتح. دعني أكمل. 5 ملايين نسمة لأننا قارعنا الطليان. كان عدد سكان ليبيا 900,000، قتل منهم 600,000 في مقارعة الطليان، ولا نقول فيهم إلا أمة قد خلت، لها ما كسبت ولنا ما كسبنا، ولن نسأل عما كانوا يعملون، ولا نعلق ذنوبنا وعيوبنا ومشاكلنا على الشهداء. إن كنا سنتكلم عن الشهداء فليبيا هي أرض الشهداء بالتاريخ وبالوثائق. قال غريتسيان يعني الليبيين في كتابه الطريق إلى فزان: لقد اعتقلنا الشعب كاملا في معتقلات العقيلة، ومع ذلك لم نفلح في السيطرة عليهم. شتان بيني وبينك في هذا. دعني نتكلم على الواقع. 5 أضعاف لا تفتح يا أخي. دعني أكمل. يا أخي الليبيين 7 مليون، وعدد العائلات الثانية بعد فلسطين بمعدل 7 أشخاص لكل عائلة، يعني الإنجاب كويس والعدد قليل. السبب هو مقارعتنا للطليان. دعك من هذا لا يفيدك. عمر المختار أعدم سنة 1931. ماذا كان هناك في الجزائر سنة 1931؟ كنت لا تفرق بين الجزائري والفرنسي أصلا. دعني أكمل في كلامي. في الواقع السيد تبون قال سنعامل فرنسا الند بالند. هل عاملها الند بالند؟ لو عاملها الند بالند لكانت أول خطوة في حكمه هو محاسبة هؤلاء الذين كانوا ينفذون أوامر فرنسا في الجزائر. هل سجن جزائري واحد بتهمة المخابرة مع فرنسا أو بتهمة الخيانة العظمى؟ سجنوا بتهمة الفساد، بتهمة السرقة، بتهمة. لم يسجن جزائري واحد بتهمة الخيانة أو العمالة لفرنسا. إذن لا زالت معاملة غير الند بالند مستمرة في الجزائر إلى يومنا هذا. أنتظر دوري مرة أخرى، النقاط ضاعت مني. تفضل. يا معاذ إذا تكرمت لو سمحتوا يا شباب، لو سمحتوا دقيقة. يعني شوفوا، لما نقول لكم إنه في ناس أفضل مني وأفضل منكم وأفضل من المتحدثين الذي ألفتم، بالله عليكم رأيتم كلام بهذا الروعة وبهذه البلاغة؟ أنا أتشرف اليوم أن معي هذا الليبي الحر المسلم الشريف المفوه حقيقة. يا أخي لو سمحت أخي معاذ أن تراسلني في الخاص، الله يكرمك إذا سمحت لي تراسلني في الخاص بعد اللايف، ضروري جدا. أنت لازم نستفيد منك. أنا شخصيا اليوم تلميذ بين يديك، أنا صاحب اللايف، والله أنني كالتلميذ، ولو استمريت أن تتحدث ساعة أو ساعتين لما مللت منك، لأنك بتقول كلام مرتب راقي عالي المستوى جدا. الأخ الذي في أسفلك والذي في أعلاك الجزائريين أرى أنه لا تعلقوا لأنكم ستبدون دقيقة أسعد، دقيقة والله ستبدون. اسمح لي برك دقيقة أسعد. أحمد 60 ثانية 60 ثانية أنا نجاوبوا برك على حاجة برك. 60 ثانية دقيقة أحمد. يعني مصرين خليني نجاوبوا يا صديقي درك أنا خليني نجاوبوا. قول هضرت أنت بعد خليني نهضر أنايا. دقيقة أسعد. أنا نجاوب. خليني نهضر يا صديقي تعيش. دقيقة أسعد الصغير. قلتي قبيل قلتي